سد البلد الماي. الوحيد البلد الوحيد الذي يمتد من بلاد المغرب العربي إلى بلاد المشرق هو المغرب. 380 ألف مغربي موجود في فلسطين، في مدينة القدس، المرابطين اسمهم. تاريخهم عميق جدا، حضارتهم عميقة جدا، ثقافتهم عميقة جدا. المغرب ينتبه إلى المستقبل، لا ينتبه إلى الخلف. ما عندوش وقت للمراهقات لا، اليوم هو بلد ببني من نفسه. لما تيجي مثلا انت تتهم مثلا المغرب بالدعارة، لا، انت بتحكي عن اقدم مهنة في التاريخ موجودة في اي بلد في العالم، يعني مش في المغرب. لا، هذا شيء معروف. اوكي، اليوم انت لما تيجي تصنف المغرب، انت في عام 2023 من اجمل وانظف البلد على الطراز العربي، هو الثقافة العربية الاندلسية، وعلى الثقافة الاوروبية. اليوم بلد يمتلك اقتصاد رغم انه محاصر من الغرب ومن الجزائر، وهناك من هم الفوضويين ما يسمون نفسهم بالصحراء، وهي جزء أصيل من المغرب العربي، لا يسمح باقتصاصه تحت مسميات. اليوم أدخلت أوسخ فئة في التاريخ اللي هم الشيعة الملاعين الإيرانيين في منطقة البوليساريو لإحداث فوضى وتغيير النسل والى آخره من العوامل القدر اللي بتستخدمها اللي هي إيران في المنطقة. اليوم لما أنت بتيجي أنت تحكي عن المغرب في عام 2023، أنت قاعد بتحكي عن بلد يمتلك بنية ويمتلك ثقافة ويمتلك حضارة ويمتلك تاريخ ويمتلك تبون أفندي. اليوم أنت بدك تبون تصدر محاصرة الجزائر. عم محاصر المغرب، هو وإسبانيا وفرنسا والبوليساريو وإيطاليا، وتحالف مع الغرب ضد المغرب. اليوم لما أنت بتيجي بتحكي عن المغرب العربي يا حبيبي يا جزائري، الله يسعدك، أنت اليوم أنت بدك تصدر أزماتك الداخلية، بتهرب منها من الجزائر وبترميها على أعباء خارجية على حساب المغرب. اليوم أنت عملتك في الجزائر بانهيار، كان عندك اقتصاد مع المغرب تمام، وكانت عملتك ثابتة. اليوم أنت عملتك بانهيار بعد ما أنت أغلقت على المغرب. اليوم أنت أجبرت المغرب على تطبيع قضية، رغم ذلك الملك لم يتخلى عن القضية الفلسطينية، وقال التطبيع لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية، وهي قضية مركزية أساسية إن بالنسبة وشيء مقدس لن نتخلى عنه كالمغرب. اليوم المغرب لا يسمح لأي يهودي مغربي الرجوع إلى الأراضي المغربية إذا دخل في جيش الاحتلال، ولا يسمح له أيضا ويسقط عنه الجنسية. أنت اليوم لما بتحكي عن المغرب يا حبيبي بتحكي عن شعب مثقف، حضارته وتاريخه وأنسابه في القبائل العربية معروفة. لما تيجي أنت مثلا تحكي عن اليمن مثلا كبلد اليمن، أم العرب، لما بقول لك كيف أم العرب، يقول لك صحيح جزام ولخم القبائل والتبابع والحميريين والسبائيين والكنعانيين وكل من توجه لأصقاع الأرض العربية معروف أنسابه. أنا في فلسطين معروف نسبي، في الجزيرة العربية كل واحد معروف نسبه. اليوم أنت يا جزائري يا حبيبي الله يرضى عليك، لا تقارن نفسك في بلد متطور في عام 2023 عنده قمرين صناعيين وأنت لا تمتلك أقمار صناعية. أنت بتحكي اليوم تشتري سلاح من روسيا بس يستخدم عبر الأقمار الصناعية، وليست لديك أقمار صناعية. أنت وين رايح؟ فيش أي وجه مقارنة بينك وبين المغرب. اليوم لما أنت بتحكي عن المغرب يا حبيبي بتحكي عن أرقى تعليم في منطقة الشرق الأوسط. اليوم لما أنت بتحكي عن المغرب بتحكي عن بلد المغرب لو طلع على المريخ بضله مغربي لخليع معاه، لأنه بيعتبره ثقافة شيء مميز له كإنسان مغربي. لما أنت بتحكي عن المغرب متمسك بجذوره وأصوله، وفيش عنده حاجة اسمها عنصرية أو فوضوية أو قبلية، كلهم نسيج واحد ومجتمع واحد خلف قيادة واحدة خلف الملك. اليوم لما أنت بتحكي عن المغرب ما فيش عنده طوابير، ما فيش عنده فقر، ما فيش. اليوم لما بتحكي أنت عن المغرب بتحكي عن بلد أصبح عملاق. اليوم بلد أنت بتحكي عنه محاصر رغم من الحصار إنه بلد منجز متطور. أنت وين والمغرب وين؟ أنت بدك 10,000 سنة لما تصل المغرب. المغرب اليوم المغرب يا سيد أسعد بدك تفهم شغلة واحدة يا أخي